هاعلّمك كل حاجة خاصة بالنسبة للنانو بنانا، في الفيديو هاعلّمك إزاي تعمل style خاص بيك، في الفيديو بعديه بإذن الله مش هتواجه أي مشكلة بالنسبة للنانو بنانا، ولكن قبل كل تعالَ دقيقة نتكلم شوية. طبعًا دي قناة اليوتيوب الخاص بينا، وصلنا ل1600 مشترك، وأنا حامد ربنا عليهم جدًا، من خلال 26 فيديو، ولكن تقريبًا ال26 فيديو في منهم فيديوهات قديمة جدًا، ولكن خلّينا نتكلم شوية على القناة بتاعتنا، اللي خلّاني أتكلم تاني عن نانو بنانا رقم 1 إن في تحديثات وفي تفاصيل أكتر لازم كنت أتكلم عنها، دي نقطة على جنب، ولكن رقم 2 ودي النقطة الأهم، دعمكم يا جماعة، طبعًا الفيديو وصل ل2900 view يعني تقريبًا 3000 مشاهدة، يخلّيني إن أنا أعمل فيديو تاني على الموضوع طبعًا هي مش بالview ولكن بالتعليقات الإيجابية ومشاركاتكم للفيديو والدعم واللايكات اللي أنا بالاقيه من خلال الفيديو. طبعًا الناس المحترمة اللي بتطلع لي من قناة اليوتيوب بتيجي لي على صفحة الفيسبوك وبتملاها لايكات بيتابعوني وتعليقات، كل أتمناه من الناس، يعني كل ده اللي يخلّيني إن أنا أستمر إن أنا أعمل فيديوهات أكتر وإن أنا أعلّم الناس أكتر. طبعًا الحمد لله الواحد مشغول في شغله، ولكن أنا باعمل حاجة يعني حاجة للناس، يعني أنا أتمنى إن أنا أكون بافيدكم يعني، فلمّا الواحد يقول لي يبعت لي رسالة كويسة اللي هو يقول لي أنا استفدت من الفيديو بتاعك، دي حاجة طبعًا بتفرّحني أوي يعني، بتخلّيني إن أنا أستمر في اللي أنا باعمله فكل بيخلّيني إن أنا أستمر، فأتمنى دعمكم يا جماعة الفترة اللي جاية، وطبعًا أنا أتمنى قبل آخر السنة إن أنا أوصل ل10.000 مشترك. وخلال اليومين أوصل ل2000 مشترك، فنبدأ على بركة الله ويالّا بينا. طبعًا هنروح على جوجل AI Studio في الفيديو أنا الفترة اللي فاتت الفيديو اللي فات كنت باتكلم على إننا بدأنا من خلال موقع Artlist لكن في الفيديو هاتكلم من خلال موقع جوجل ذات نفسه، طبعًا الأداة اللي طلقاها هي يعني اللي طلّعت الأداة جوجل، فلازم إن إحنا نستخدم جوجل، فنروح على try nano banana وطبعًا نمسح الprompt ده. طبعًا قبل كل هنروح هنا طبعًا نضيف الصورة معلش، نروح هنا upload file ونضيف الصورة وليكن دي، والصورة دي بإذن الله هنشتغل بيها على مدار الفيديو كله. طبعًا أول حاجة هنتكلم فيها وهي تغيير زوايا التصوير، طبعًا الصورة اللي قدامكم دي زاوية المنظور اللي قدامكم منظور عادي للإنسان. أنا عايز أغيّره لمنظور تاني، طبعًا كان في مستر بيست معظم التصاميم بتاعته بتاعة الصور المصغّرة تحس اللي هو بيتصوّر بمنظور عين الدودة، اللي هو المنظور من تحت، تعالَ نجرّب بقى إزاي نغيّر المنظور هتلاقيني طبعًا على صفحة الفيسبوك بانشر حاجات كتيرة خاصة بتغيير المنظور، اللي هو لو أنت عايز الصورة بتاعتك من تحت، الصورة بتاعتك من فوق، الصورة بتاعتك من جنب، الصورة بتاعتك من على اليمين. حاجات تفاصيل كتيرة جدًا ركّز معايا بقى فيها في الفيديو لإن الفيديو مهم أوي، 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 كلمات مفتاحية لازم تكون عارفها في الفيديو ده، فركّز أوي، أوي، أوي. طبعًا أنا هاروح بس أجيب الformat اللي أنا كنت كاتبه كنت كاتبه على الصورة فحطيته على الموقع بعد ما حطيته على الموقع طلّع لي الtext اللي مكتوب أو اللي هو الprompt اللي مكتوب على الصورة، وندوس copy ونروح على الويب سايت أهو، وندوس هنا control V. المفروض اللي أنا عايز إن الشخص ده كإنه يعني بيتمشى على الأرض وحاطط رجليه على الأرض حاطط رجليه على الأرض ويمد إيده لقدّام، زي ما مش عارف الصورة دي أهي، زي الصورة دي أهو، تمام؟ ده اللي أنا عايزه، اللي هو بيمد إيده لقدّام وندوس هنا run ونستنى شوية. إنترنت error إيه ده؟ هو إحنا ما فيش نت والّا إيه؟ استنوا يا جماعة كده آآ ماشي يا جماعة نكمّل معلش هو كانت في مشكلة في النت هندوس هنا نانو بنانا وندوس علامة الزائد طبعًا في فرح جنبي مش مهم، هندوس upload file ونختار الصورة تاني وندوس open تمام، وندوس هنا control V بالنسبة للprompt اللي إحنا كنا كاتبينه، نستنى الصورة بس تحمّل وندوس run، دوس run ونستنى شوية. جاب لك أهو يعني عايز أقول لكم إن دي ملامح وِش بس طبعًا ال ال ب الهالات اللي هنا ده مش ما باحبهاش بس أوكي، هو ده اللي أنا عايزه، أنا عايز الشخص أهو laying على الأرض تقريبًا أو crawling على الأرض اللي هو يعني بيزحف على الأرض ومادد إيده لقدّام، خلاص كده إحنا عملنا التعديل الأول، دي ممكن تستخدمها بالنسبة مثلًا للمدرسين، حد عايز sticker وليكن حد مثلًا عايز يعمل صورة مصغّرة الناس صانعة المحتوى، الحاجات دي مستفاد يعني هيستفاد أوي، أوي بيها خصوصًا الصور المصغّرة، هنعمل زوايا يعني بالعبيط من خلالها، تعالَ نجرّب زاوية تانية، تعالَ نجيب بس الموقع اللي هو الweb site تاني تمام،
وابدأ من جديد. هندوس بس معلش الصورة اللي احنا هنختارها عشان آه فين الصورة اللي انا كنت عاملها بمنظور تاني. مم. طبعا كل كلامنا هتلاقيه بإذن الله على الفيسبوك بينزل لكم اللي هو كذا منظور كذا منظور. بصراحة موديل 4. تعال نروح على موديل 1. لأ، موديل 2. لأ، موديل 3. مش لا يا جماعة الصورة أهي. أيوة يا جماعة، بص أهي دي الصورة دي. تمام. آه، احنا ما لحقناش يا جماعة، ما لحقناش. طيب معلش يا جماعة الصورة بس ايه، تقريبا فوق الخمسة. صراحة هو طبعا جنبنا. ادي اهي الصورة فين اهي. هنروح بس ناخدها على الفوتوشوب. تمام، ونصغر بس ايه حجمها شوية. ندوس كنترول اي، كنترول الت اي. بس هي 4000 طبعا مش هتنفع، خليها 1080. دي طبعا 1080. ندوس اوكي. ندوس بعد كده نسيفها كنترول الت اس. وسيفها مثلا هنا نكتبها 3-0. خلاص بعد كده نيجي هنا بقى ونبتدي ان احنا نحط بس ايه الصورة. بس استخراج النص. طبعا انا بوريكم الموقع دوت علشان اي صورة انا بنزلها يعني تاخدوها، واي صورة هتلاقوها على على بنترست تقدروا ان انتوا تاخدوا منها. طبعا ما تسرقوش مش بقول لكم تسرقوا، ولكن تقدروا ان انتوا تاخدوا منها البرومت وتعدلوا عليه. تعالى نروح على الويب سايت اهو بتاعنا. ناخد مثلا نضيف برضو الصورة تاني، ندوس ابلود فايل، وناخد اهي الصورة بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها زي ما قلنا في كل الفيديو اهو. احنا عايزين طبعا منظور عين السمكة. تمام. ومش عارف هو شرح يعني البرومت ده، انا قعدت اشرح برضو الحاجات لحد ايه ما وصلت للنتيجة اللي انا عايزها اهو. وندوس رد، اللي هو منظور يعني علو من فوق شوية. نستنى شوية اهو كده طلع النتيجة. تحس ان هو ايه المنظور كأن حد بيبص من العين السحرية. هو نفس فكرة العين السحرية بالظبط، هو ده منظور عين السمكة. تعال نعمل برضو منظور تاني. ناخد برضو الصورة، نروح بس نعمل فريش. تمام. طبعا الصورة نفس المشكلة، حجمها كبير. معظم مواقع الاي اي ما بيقبلوش حجم الصورة الكبير قوي يعني. فنروح على الويب سايت اللي هو اهو ده. هنروح على قصدي الصورة اللي هي دي، ونروح نوديها على الفوتوشوب. تمام. بعد كده نروح كنترول الت اي 1080. وجدع 1080. ندوس هنا اوكي. ندوس بقى شيفت كنترول الت اس. ندوس سيف، ونسيفها مثلا ايه ب002. ندوس سيف. نروح بقى على الويب سايت بتاعنا، بس معلش نلو دي ريفرش الأول. دوس هنا ونجيب اللي هو 002 دي، وندوس استخراج النص. نستنى شوية. خلاص جاب لنا اهو النص. هنروح ناخد بقى النص اللي هو البرومت ده. ندوس هنا كوبي، ونروح على الويب سايت بتاعنا، ونجيب بقى ده ابلود فايل. تمام. ونجيب برضو الصورة بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليها تبقى معانا او في الفيديو كله. وندوس هنا كنترول في، ونستنى شوية. ده برضو منظور تاني بس منظور علوي اكتر يعني. اذا احنا عملنا الصورة دي، غيرنا المنظور بتاع الصورة دي. طبعا ده هينفعنا في ايه؟ هينفعنا في حاجات كتيرة. لو انت حابب ان انت اصلا تكتب مانوال وبتدور على ان انت تغير، لازم تغير المنظور بتاع الشخص، اديك اهو النانو بنانا مغير لك المنظور. وطبعا نفس تفاصيل الشكل. ده انا يا جماعة، ده انا. هو والله هو انا ده. هو انا ده. تمام. وندوس هنا رن، ونستنى شوية. طبعا هو بيقعد من تقريبا من 10 ثواني ل 100 ثانية وبيطلع النتيجة. بصوا يا جماعة النتيجة عظمة العظمة. النتيجة يا جماعة عظمة العظمة. يا جماعة ايه الرعب ده؟ ايه الرعب ده؟ تخيل ان الصورة والله ده انا، والله انا.
من الصورة دي اتحولت للمنظور ده عظمة وكواليتي عالي و... هي عيني هي عيني، يا نهار ابيض على التفاصيل والجودة والكواليتي. هو انا هو انا ده انا اهو، من الصورة دي للصورة دي بالبرومت ده. طبعا البرومت، الناس اللي يقول لك حط له اكتب كلمه عين السمكه في بدايه البرومت ومش عارف اكتب له منظور علوي لا، هو ده الوصف اللي يغير. يعني في ناس بيقول لك غير لي المنظور من توب تو مش عارف تو داون. غلط غلط، لازم توصف له الحاجات عشان تطلع مظبوطه. فعشان كده بقول لك تابع صفحه الفيسبوك عشان الحاجه اللي انت عايزها تطلع بالملي، خصوصا المنظور عايز وصف مظبوط بالملي. خلاص كده خلصنا الجزء بتاع الفيديو الخاص بالمنظور، انك ازاي تغير الزوايا والاتجاهات. طبعا زي ما بقول لك البرومت بتاع كل تفصيل هتلاقي دايما انا بنزلها على الصفحه بتاعتي، اللي هو مثلا حاجه عايزها من فوق، عايزه حاجه بالجنب، عايز من ظهري، عايز مثلا منظور عين الدوده زي ما الناس بتقول، منظور عين اللي هو عين النمله، نفس منظور عين الطائر، منظور عين الانسان، حاجه بالجنب. كل الصور دي بنزلها على صفحة الفيسبوك بتاعي. كده نحط حتة المنظور بقى على جنب، ويلا بينا نبتدي ان احنا نجيب افكار جديدة. طبعا انا هستخدم الصورة دي، يعني الصورة دي تمام قوي. هروح اخد بقى البرومت ده عشان انا عايز اعلمك حاجة جديدة، او اروح على شات جي بي تي، تمام، وهقول له الوصف اللي انا عايزه. طبعا انا عايز مثلا ايه، ان الشخص ده فين لابس بدله صفراء. تعال يلا نركز مع بعض. عايز ان الشخص ده لابس بدله صفراء، بدله صفراء والخلفيه باللون الاصفر السوليد، ولابس جرافته لونها احمر، وبس. ومثلا ايه ماسك موزه، عشان بخصوص بقى ان انا بني. يلا بينا تروح على زي ما احنا نروح على شات جي بي تي. بص، بص بقى يا عم شات، عاوز، بص بقى اللي انا هقوله لك. عايز اولد صوره. بص بقى دي حاجه مهمه، حاجه مهمه. اسمعوا الكلام ده قوي. الوصف ده لازم تكتبوه وتكتب له الكلمه المفتاحيه دي. عايز اولد صوره لموقع، لموقع هديله، لموقع هديله الصوره الخاصه بالشخص، بالشخص، وهو هيعمل ال... هيعمل تطبيق البروات. طبعا اختصار تطبيق، ايه اللي كان بيقول لك تظبيط مين؟ تطبيق، تطبيق. طبعا يوه. طيب، طبعا اختصار الكلام ده هنكتب له كلمة واحدة. إيه بمعنى؟ هنكتب له مثلا ايه؟ بمعنى، بمعنى، بمعنى ايه بقى؟ image، image to image. image to image دي اللي انت بتقول له انا هديك صورة وهتطلع لي منها صورة. فلازم تكتب له الكلمة المفتاحية دي عشان تطلع الحاجة اللي انت عايزها، الحاجة اللي انت عايزها. وتقول له، وتقول له بتبتدي اللي انت توصف الشخص، وعاوز، وعاوز الشخص يلبس بدلة صفراء وجرافته صفراء. ماشي، بدل ما يمسك موزة، يخليه يمسك ويمسك وماسك قطة صفراء. تمام، ماسك قطة. انا بس نصلح بس الكلام عشان ما اعرفش مشكلتي مع الس والقاف. ماشي، وماسك قطة، ماشي صفراء، خليها قطة وخلاص. تمام، وماسك قطة. ومن وصف المن المنظور ده، ماشي. وحطينا المنظور اللي انا عايزه، اللي هو احنا كنا كاتبينه ومستخرجينه من الصوره اللي احنا كنا عاملينه. لا بقول لك كتيره هتبقى على الصفحه. نبتدي ان احنا ناخد البرومت ده ونشوف نجربه على اللي احنا هنعمله. نجيب برضو الصوره اللي احنا قلنا اللي احنا هنستخدمها في كل الفيديو. بس اوبن، بس كنترول في ونستنى شويه.
يفضل، واسمع المعلومة دي، المعلومة دي مهمة تبروزها دلوقتي وأنا بقولها. يفضل استخدام الصورة تبقى تقريبا 1080 في 1080، يعني حجمها ما يبقاش كبير، يعني ما ترفعليش صورة 2000 في 2000 والريزوليوشن 300. هتعلق. لو انت في فترة النهار الحوار ده غريب اللي هقوله لك، لو انت في فترة النهار في فترة الظهر هتلاقي عادي ممكن يولد لك صورة 2000 في 2000 و2500 في 2000 دوت. لكن لو انت بالليل ووقت متأخر معرفش الموقع ما بيطلعهاش، ان شاء الله لو قلبت قرد مش هيطلع. دوس هنا رن. فركز قوي كده اهو في الكلام اللي انا بقوله لك. الصبح كده اهو بيبقى ايه الصوره ما بتطلعش لو لو حجمها او مساحتها كبيره. اما لو مساحتها قليله بتطلع عادي. فخلينا نتكلم ان الصوره 1080 في 1080، ما تزودش عن كده اهو. تمام. لو انت قصدي يعني لو 1080 في 1080 مقاس مربع، ولكن مثلا لو 1500 في 1080 برضو ما فيش مشكله لو هي مقاس مثلا مستطيل والكلام ده، او مقاس بورتريه 1920 في 1080 حلو كده. طبعا هو غير لي ملامح الصوره ودوت حلو قوي، يعني انا مش معترض على النقطه دي. بس هنبتدي ان احنا نتكلم الراجل تاني، هنكلم الراجل شات جي بي تي ده تاني. نقول له انت بوظت لي الدنيا كلها، انت بوظت لي الدنيا كلها. انا عاوز، بص بص يا جماعه، انا كتبت ايه علشان البرومت يتعدل. انا عاوز الصوره بنفس ملامح الخاصه بالشخص اللي حرفه الموقع، يعني تاكد انه يستخدم صوره الشخص. طبعا انا نسيت حاجه كمان. وعاوز ان الخلفيه، ماشي، إحنا عايزين الخلفيه صفراء وفيها نقوش بس. ونستنى شويه كده، ناخد البرومت ده وندوس كوبي ونروح على بقى ايه الجوجل اي اي. طبعا كل ده عك، فكل ده احنا مش عايزينه، يعني احنا تقريبا هنعمله ديليت، وده هنعمله برضو ديليت. فنبتدي اللي احنا وده، يلا يا عم، دي الصورة دي هنعمل لها ديليت عشان ايه ما ولدليش حاجة عليها. ندوس ابلود فايل، ونجيب بقى الصورة بتاعت الشخص، ندوس هنا كنترول في اللي هو البرومت اللي احنا كاتبينه. طبعا احنا بنقعد نجرب لحد تطلع هي دي هي دي، وان شاء الله تطلع معانا من يعني من تاني تالت مرة. يعني نتمنى ليها من اول مرة، بس احيانا الحاجة ما بتطلعش طبعا من اول مرة مظبوطة. وندوس رن. طبعا انا عشان اولد الصور اللي انا كنت عاملها ديت، آم، يعني قعدت حوالي 3 ساعات يا جماعة، 3 ساعات. فحتى برضو شغل الاي اي مش ما هو السهولة التامة يعني. الواحد عشان يطلع الحاجة مظبوطة 100% بياخد وقت، بياخد وقت كبير قوي. نستنى هنا شوية. يعني الحاجات دي بنستخدمها بقى في الصور المصغرة. احنا لما يتوفر معانا أداة ذكاء صناعي هنرميها، لكن مش هنرميها، ولكن خلينا اسمع النصيحة دي مني كويس قوي من أخوك. وجود الاي اي ما يلغيش المصمم الموجود حالي، ولكن يلغي المصمم اللي لسه طالع. اه طبعا بقى ايه الرسالة دي طلعت. ركز بقى معايا بقى عشان انا كنت مستنيها من بدري. الرسالة دي طلعت خلاص. الرسالة دي تطلع معنى ان هي طلعت، اذا البرومت في حاجة، البرومت فيه حاجة غلط. فهنروح نكتب بقى لشات جي بي تي، لو سمحت اعمله لي، اعمله بجوجل، جوجل ستايل، ونروح نجرب. هو اعمله لي بالطريقة دي، نروح نجرب. هنخسر حاجة؟ تعالى يلا بينا ندوس كوبي، نروح على اه تعالى ممكن نعدل دي ونعمل كده، ومع ان اللي هي كانت مظبوطة يعني مش وحشة. تمام. ونمسح بس ايه الحاجات دي عشان تبقى the same person اوكي. ندوس اوكي وندوس هنا فومت. يلا نستنى شوية. فاسمع النصيحة. ال AI مش جاي عشان يلغيك، ال AI عامل مساعد. فما ينفعش ان انت ما تتعلمش AI، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انت تتعلم يعني تبقى الفترة اللي جاية مثلا ما تنفعش ان انت تتعلم فوتوشوب بس. يعني انت لو واحد لسه ناشئ ما ينفعش ان انت تتعلم شغل ال AI بس، لا، لازم تتعلم الاساسيات بتاعة الفوتوشوب وتتعلم شغل ال AI وتحترف الاتنين سوا. يعني ما ليكن مثلا حط في اليوم في الاسبوع بتاعك 3 تصاميم او تصميمين،
بتعملهم من A to Z زيرو AI، وتصميم وباقي الاسبوع مثلا تصميمات AI بكتير، بحيث ان انت ايه تقدر ان انت تكون شغال في الجبهتين والناحيتين، لان دوت حاجه يعني حاجه هتطورك يعني ان شاء الله. طبعا برضه عمال يطلع لنا نفس رساله الايرور طبعا. ده اللي انا بتكلم فيه. بتحصل يا لهوي، بتحصل كتير وبتبقى حاجه مقرفه. فنبتدي ان احنا نعمل ريفرش تاني للويب سايت. هي هتطلع يعني هتطلع معانا. تمام. بعد ما عملنا ريفرش، خلينا بقى ايه نروح على شات جي بي تي ونشوف ايه المشكله اللي حصلت هنا. طبعا البرومت ده انا عايزه زي ما هو. دوس هنا كنترول في. عايزين ممكن نكتب له ايه عاوز طريقه آه عرض بسيطه. في نقطه تانية، ان الرساله دي يا اما بتطلع قلت لك لو حجم الصوره كبير، او إذا البرومت فيه حاجه غلط، او رقم ثلاثة، ودوت اللي انا عايز اقوله لك. تقريبا جوجل مش عايزك تستخدم شات جي بي تي. فهو عايز انك انت اللي تكتب، يعني انت اكتب له وهو هيطلع لك اللي انت عايزه. يعني انت تكتب له، هو مش عايزك تروح تستخدم حاجة تانية. فبس، واحنا ممكن نروح على فكرة الموقع بيقبل لغة عربية. فاحنا هنجرب كمان اللغة العربية من ضمن الشغل بتاعنا. تعال نروح تاني ندوس ابلود فايل، ونروح ناخد الصورة، ونروح بعد كده ندوس كنترول في، ندوس رن. انا الرساله دي كنت متمنيها. انا عدت فيديو بسببها، لان انا كنت مستنيها تطلع لي. يعني الرساله دي مهمه قوي بالنسبه لي، عشان لازم تطلع لي، عشان الرساله دي هتواجهك. ما ينفعش اللي انا اقفل الفيديو من غير ما الرساله دي تواجهني، لان الرساله دي كده كده مليون في المية هتواجهك. فلازم اللي انا احلها، ويتمنى لا تطلع لي تاني. اتمنى ان هي تطلع لي تاني، عشان نحاول ان احنا ايه نحلها، على ان يعني كل المشاكل اللي طلعت لي ما تطلعش معاك، ونبتدي ان احنا نحاول احنا نحل الموضوع. اي طلعت تاني خلاص، هي قفلت مع موقف. قفلت مع وجه ميلاي، خلاص قفلت معايا. قانون بنينا خلاص كده، قال لي والله ما طالعه، مش هتنزل خلاص يا عم ماشي. تعال نكتب له بقى، نجرب احنا نكتبه بالعربي، ولا الموقع جال البليتش ولا ايه. ماشي. عاوز شخص. تمام. انا كتبت له عايز الشخص يرتدي بدلة صفراء ويحمل قطة. تمام. وانا عندي فكرة هقولها لكم كده اهو، اظن اللي هو هيولدها دي عادي. بصوا، في اخطاء للاسف انا وقعت فيها، وكنت لسه بنصحكم ان انتوا ما تقعوش فيها. وهي الخطأ الاول، اللي انا كنت عامل الصورة تقريبا يعني هي 2000 في 2000 اصلا. يعني انا اخد الصوره في 2000 في 2000، ودي للاسف ما ينفعش مساحه الصوره تبقى كده. هو لا، خليها 1080 في 1080 زي ما كنت قايل لكم من شويه. فهي طلعت معايا في شويه، ودلوقتي يعني عصلجت مش عايزه تطلع. فهناخد معلش تاني، بعد ما أنا اخدت الصوره اللي هي الاساسيه اللي كنت عاملها 1080 في 1080. هي دي تقريبا، هي دي 1080 في 1080. فدي اوكي. تمام. حلوه الغلطه دي، علشان ايه؟ تبين شويه حاجات، وانا قايل لكم اصلا ما ينفعش تبقى الصوره حجمها كبير قوي. خلاص حلو قوي كده. نيجي بقى نكتب الفورمات بتاعنا، بس عايزين نكتبه بالعربي، ومش عايزين نكتبه منظور. خلي المنظور في الاخر، يعني احنا خلينا ان احنا نغير لبسه الاول، يعني نظبط اللبس بتاعه الاول، ونظبط الحاجه اللي هو عايز مثلا يمسكها تاني. تعالوا تاني. مش اريد هذا الشخص بدلة صفراء. ويكون خلفيته صفراء. تعال نجرب البرومت باللغة العربية. تمام. ونجربه بالانجليزي برضو. تعال نجرب بس في العربي هيطلع لنا الشكل عامل ازاي، وهنغير طبعا المنظور بتاعه. بس تعال نجرب ونشوف، نستنى شوية. الطبيعي من 10 ثواني ل 100 ثانية.
احيانا بيقف يا اما قبل 10 ثواني بس كده. الموضوع ابسط من البساطه. اذا تاني النقطه اللي احنا هنعملها، وطبعا ده انا يعني والله حلوه جامده قوي. الموضوع تاني يا جماعه اللي احنا الصوره بتاعتنا تبقى 1080 في 1080، تمام، ما تزيدش عن كده وما نقفرش، لو اقل كمان تمام، علشان يبقى الدنيا بتاعته بتبقى هو يفهم شويه الدنيا اصح يعني. وتاني حاجه اكتب له برومت بسيط، ما يبقاش البرومت صعب قوي. تمام، خلينا بقى ايه نبتدي اللي احنا نظبط المنظور بتاعها. يعني احنا ممكن نعمل سيف للصوره دي. بعد ما نعمل سيف للصوره دي ندوس بقى ابلود فايل ونطلع الصوره دي تاني اهي. اهي، ونروح نيجي بقى ايه نجيب بقى ايه البرومت الاساسي بتاعنا، البرومت اللي هو ايه بيغير المنظور اللي هو ده. وندوس كوبي، ندوس هنا كنترول في، ده هيخلي المنظور من فوق، وندوس بارن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونستنى شويه. ان شاء الله كده من 10 ثواني ل 100 ثانيه والصوره بتطلع. ان شاء الله كده تطلع على طول، يعني ما تاخدش حتى 20 ثانيه وتطلع باذن الله، عشان البرومت تقريبا واضح اللي انا كاتبه ده. انا مجهز حاجات واضحه، فان شاء الله ان شاء الله يبقاش فيها غلطه. اهو شفت ما كملتش 20 ثانيه. شايفين يا جماعه الموضوع بسيط قوي. التزم بس بالاخطاء اللي انا قلت لك عليها ديت. انا ذات نفسي وقعت في الغلطه. انا لما رحت اعمل الصوره يعني، هي احيانا بتطلع اوكي واحيانا كتير ما بتطلعش. فحظي اللي هي طلعت في بدايه الفيديو وانا ما كنتش واخد بالي ان انا بستخدم الصوره الغلط اللي هي 2000 في 2000. ولكن لما استخدمت الصورة الصح عادي الموضوع سلس قوي وطلعت معايا والدنيا تمام. وبعد كده بعد ما طلعت الصورة العادية غيرت بقى منظورها بالفورمات اللي انا بكتبه، اللي انا قلت لك كل المناظير باذن الله هتنزل على صفحتي. فده يبقى الصفحة من A to Z. ويا جماعة لايكات بقى وتعليقات يا جماعة، مش بننزل حاجة على الفاضي. فبس ايه رأيكم ناخد الصورة دي بقى ونبتدي اللي احنا نشتغل عليها؟ خلاص يلا بينا، يلا بينا يا محمد ناخد الصورة. بعد كده هنروح بقى لموقع حلو قوي زيادة في الاب سكيلر اهو ده. تمام، ونروح ناخد الصورة دي ونروح نوديها على الويب سايت اللي هو ده اي في ايد اب سكيلر، ونروح هنا ونستنى شوية. تلاقي هو ايه بيعمل بروسيسنج كده ويقول لك عايزها في يعني الجودة بتاعتها ايه والدنيا ايه. انا بستخدم الويب سايت ده والدنيا بسيطة قوي فيه ويعني حرفيا في مين والدنيا بسيطة فيه وسريع، ويعني في حرفيا مجاني. لما يخلص روح اعمل اكونت تاني. يعني هوريكم حاجة كده اهو بسيطة فيه. يعني المهم يعني استخدم اي موقع ابسكيلر، مش هنطول يعني في الموضوع ده. الناس مواقع الابسكيلر موجودة ببذخ على النت يعني بالهبل. الحوار ده بقى عادي يعني، مش ده الحوار بتاعنا. بس وهندوس بعد كده سيف كده خلاص. اه اهو حظكم اللي انا لازم اوريكم الموقع ده. تعالوا بقى. طبعا انا او عملت لوج اوت لوج ان بقى كده. هو ايه بيقول لك اللي هو خلاص هندوس بقى كرييت ات. وهنكتب مثلا ايه اي حاجه جيميل جمايل. للاسف في ثغره في الموقع ده وهم سابوها على الحاله دي. نكتب اي رقم سري اي حاجه. اه هنا بيقول لك ايه ماشي طب تمام. وانا دوس ده شكرا. خلصت كده احنا اشتركنا. شايفين الموضوع بس كده احنا كده اشتركنا. بس بقى ايه شوز فوتو، ناخد اللي هو في الداونلودز الصورة اللي احنا حملناها اللي هي دي، ونستنى شوية. اهو طلعنا. هنعمل مثلا هي ال HDD دي ونستنى شوية. بعد كده نعمل سيف. قبل ما نعمل سيف هنروح على الفوتوشوب، هنروح هنا نعمل نيو، نعملها مثلا ايه 2000. خلاص بقى احنا هنستخدم بقى ايه شغل بتاعنا في 2000 وسيرتيشن 300. نجيب بقى الصورة ندوس بقى سيف. تمام، ونجيب بعد كده الصورة ونحطها. اوكي جميل اوي. هنستخدم الصورة دي نروح بقى على الفلتر نظبطها بس شوية بالفلاتر بتاعتنا. ونجيب مثلا ايه كونتراست يبقى كده مثلا شوية. التكستشر نزوده شوية. ممكن نزود نعمل فيت كده هو اسود على اليمين يعني على الأطراف. ممكن دي على فكرة دي انت لو انت عايز تعملها دي كده يعني حوار عين السمكة والكلام ده. فاحنا مش عايزينها يعني مش مهم عندنا. ممكن نزود بس في الشاربن بس عشان الجودة. نويز في النويز ريدكشن بس كده. قبل بعد عملت كده تأثير حلو كمان فلتر. تمام بعد كده
عايزين مثلا ايه نكتب على الصورة. انا بعمل معاكم التصميم من الاول للاخر عشان يبقى ايه نعمل حاجة حلوة. إيه اللهم صل على النبي، نكتب مثلا ايه, نكتب النانو بنانا ولا نكتب ايه؟ هنكتب النانو بنانا بس بالعربي عشان في حاجة انا عايز اقولها لكم مفاجأة. النانو. ماشي النانو. طبعا انا كاتبها بخط بري اي ار اي بري ارابيك. واقول لكم مفاجأة يا جماعة، انا هنزل لكم الفونت فري اللي تابع الفيديو كده. الف مبروك، انزل تحت هتلاقي لينك الفونت بكل اوزانه تحت في الفيديو دوت. تمام، هندوس بقى هنا سن، هنخليها بولد. تمام، ونكبر شوية. تمام، نكبرها شوية. نعمل حركة حلوة بقى كده، ستايل بقى حلو نتعلمه. نانو بنانا. يعني انا مين؟ يعني انا برضو بنانا. ماشي، ممكن نكبرها كده اهو. ماشي. اوكي كده اهو. انا بحاول ان احنا نعمل بس ايه ستايل حلو. يدي كده اهو تأثير في الخلفية يبقى جامد. مثلا يبقى عاملين كده اهو، بيبقى باللون الاصفر ده حلو اوي. خد بقى الاتنين مع بعض واعملهم كده. تمام. ممكن يبقوا تحت منه. طب تحت منه ازاي؟ ممكن نعمل دي convert smart object، وهنعمل معلش نسختين، خلي النسخة اللي تحت دي لو احتاجناها. ندوس هنا select subject اللي هو الشخص يعني. تمام، ونروح بقى على الكلمة ونروح نعمل ماسك كنترول اي، يبقى اذا الكلمة بقت تحت منه. ممكن نكبرها ازاي؟ نشيل بس العلامة دي اللي هي بتاعت الماس. لحظة اللي احنا عاملين دي، دي اللي احنا نكبر كده شوية. شو بقى احنا عايزين نعملها ازاي؟ النانو بنانا. تمام، حلو تقريبا باينة كده شوية. خلاص اوكي. ممكن نعمل بعد كده ايه؟ يعني خلي الماسك ده موجود زي ما هو، نروح نعمل على فلتر، نعمل زي كاشن بلور، نزود شوية في البلور. كأن في بلور كده اهو شوية. ممكن نعمل هنا، ممكن نعمل بلور تاني. بلور نعمل بقى المرة دي مثلا موشن بلور. مش قوي كده اهو، خليها مثلا كده اهو. يعني تأثير شوية حلو أوي. خليها زي ما هي. بس لو انت مش عايز تعمل بلور والكلام ده خلاص ما فيش مشكلة يعني. مش نجبرك على حاجة يا عم. بس ممكن هنا مثلا الجزمة تقريبا اتاكلت ولا حاجة. نبتدي اللي احنا ايه 6. بس كده شكرا. حلو أوي كده يا جماعة، حلو. دوس بقى شيفت كنترول قصدي ايه، حط بقى اللوجو بتاعك يا معلم. لو انت مثلا عايز تعمل فيد وليكن مش عارف أصفر كده اهو. اعمل براحتك كده اهو كده اهو كده اهو. اللي انت عايز تعمله، عايز تعمله اسود، اللون الاسود يعني مثلا كده اهو. اللهم صل على النبي اهو. لا الاسود مش حلو، الاصفر حلو. خلينا كده جميل قوي التصميم. بس ونزل التصميم بتاعك يا معلم، وكده خلصنا. كده احنا خلصنا التصميم. الموضوع ابسط من البساطه. طبعا ازاي تجيب افكار؟ السؤال اللي طبعا بيتسال منذ بدء الخليقه من ساعه ما فوتوشوب نزل يعني. يا عم تدخل على بنترست، هتاخد اهو مثلا الصوره دي تحطها مثلا على شات جي بي تي، تجيب البرومت وبس وشكرا. واعمل بقى بعد كده اعمل، اكتب البرومت دوت وظبط الدنيا على الشخص. ايه تاني اهو، افكار بالهبل ده حتى لو انت مصمم بس بتصمم. طبعا يعني مثلا الصوره زي الصوره دي عجباني، هتروح تكتب مثلا ايه، لو سمحت استخرج لي المنظور بتاعها، يعني فهم لي المنظور بتاعه وهيديك الوصف بتاعه. وزي ما قلت لك الصفحه بتاعت الفيسبوك بتاعتي هتنزل عليها المناظير دي كلها وكل الوصف ده كله. بس هتحط الصورة تقول له مثلا عايز مثلا وراه ساعة ديك بين زي الصورة ديت، بس تحطها بس على الشات جي بي تي عشان يطلع لك برومت الصورة دي ووصفها، وتخليها ايمج تو ايمج، وتأكد على شات جي بي تي ان الصورة دي هتكون انك هتضيف صورة مرفقة وتحولها لصورة، وتكتب له اللي هو المصطلح دوت اللي هو ايمج تو ايمج وبس. وما تنساش الاخطاء اللي انا قلت لك عليها عشان ما تقعش فيها، عشان الصورة تتولد معاك بشكل سلس. وبس كده يا جماعة، ما تنسوش طبعا ان انتوا تشتركوا في القناة، والقناة يعني بإذن الله هينزل عليها فيديوهات اكتر واكتر.
طبعا السؤال المهم تاني هنجاوبه. احنا بنستخدم النانو بنانا ليه بالنسبة للأشخاص؟ طبعا عشان تسهل على نفسك تصميم الصور المصغرة، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت مثلا بتعمل تصميمات خاصة بالأشخاص زي مثلا تصميمات المدرسين، تصميم مثلا دكتور معين، تصميم يعني مثلا انت عايز تجيب زوايا كتير من شخص، فالحاجات دي طبعا هتنفعك النانو بنانا كده، سهل الدنيا عليك. لكن أهم حاجة عندك هي الأشخاص طبعا، أو الصورة المصغرة قصدي. الصورة المصغرة خلاص يعني بقت سهلة قوي. حاول انت بس ايه تعمل بس ايه ستايل كتابة حلو، والدنيا هتفرق معاك، والدنيا خلاص انت بتطلع تصميم احترافي عالي جدا. كان معاكم محمد قيم من قناة محمد قيم برضو، سبحان الله. نتمنى ان احنا نوصل بعد الفيديو دوت 2000 مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.